أنا عايش في أوروبا من فترة طويلة. من يوم من الأيام أنا راجع للبيت وشعرت لأول مرة أنه البيت اللي أنا ساكن فيه فعلا صار بيتي لأي سبب ما أعرف. فسألت زوجتي هل غيرت شيء بالبيت؟ قالت لا، ما غيرت أي شيء في البيت، بس مستحيل هناك شيء حدث في هذا البيت. سألتها شوي أنا جوعان، قالت ها أنا عملت لك شوي خبز. ذاك الحين فهمت أنه السبب اللي أكد لي أنه أنا هذا بيتي هو رائحة الخبز، لأنه أنا نشأت في بيت دائما كان فيه ريحة خبز. فهمي للفضاء وفهمي للفارق بين الفضاء الفعلي والفضاء الذهني، الخط أعطى جواب وأعطاني طريقة لفهم الجواب الصحيح اللي أنا ممكن الآن أسأل نفسي فيه. أفهم الفن هو الطريقة اللي في نضع كل شيء يواجهنا في العالم تحت مجهر التساؤل. أعتقد ارتباطي الوثيق بعالمي الشخصي مو لأسباب لا عاطفية ولا نوستالجيك، وإنما لأنه أنا منذ البداية أسئلة موجودة في ذهني هي موجودة من ذهني من زمن طويل، يعني من أنا كنت طفل، من أنا كنت شاب في فترة دراستي. أعطيكم مثل، أنا من كنت طفل كبرت في شبه الريف، فلأسباب عديدة كنت أمضي أكثر وقت في البستان أكثر من البيت. كنت أفتش عن الظلال، حركة الشجر، حركة الورق، كان في أشجار كثيرة فكان تفاوت أشكال الأوراق مال الشجر وخاصة النخل، اللعب في التراب. هذه أمور أثرت علي كثيراً. قبل ما أفهم الكتابة، الشيء اللي لفت نظري هو أنه دائما في المساجد موجود الشريط الكتابي في نهاية الجدار. فهذا الموضوع أيضا متعلق باللون الأزرق، لأنه كان خلفية المكتوب كان لون يسمى اللون الأزرق النيلي والمكتوب هو بالأبيض. فكنت أتصور أنه لو وضعت إصبعي على المكتوب بدون أن أفهم أنه هذا هو مكتوب، كنت أجد لذة أنه نوع من الموسيقى في أنه أمشي مع الكتابة بدون أن أفهم هذه الكتابة. كنت أرسم على التراب بنواة التمر والريح تمسح الرسم وأرجع أعيد الرسم والريح تمسح وأعيد الرسم. فكانت هذه سعادتي الأولى كطفل. اللعب مع الخط هو الأعمال اللي موجودة في القاعة الثانية من المعرض، وهذه لا زال موجود. اللعب بالرمل هو هذا البيجمنت يعني اللي موجود هون في المعرض. فهذه أمور هي اللي ربطتني بثقافتي الأولى وما تركتها لا فترة طفولتي ولا فترة مراهقتي ولا فترة تواجدي في أوروبا. وبالعكس فترة تواجدي في أوروبا هي اللي وثقت صلتي بثقافتي الأولى. ولهذا السبب أنا مهتم كثيراً بثقافتي الأولى، بس أنا مهتم فيها بطريقتي العصرية وليست بشكل فولكلوري. اختياري عن الألوان، هناك ألوان محددة وبسيطة جدا، تقريبا 3 ألوان، هو الأزرق ولون المواد اللي أستخدمها مثل الخشب، ولون الحديد أغطيه باللون الأسود، وأستخدم بكثرة لون الجدار اللي هو الأبيض. أنا مهتم بالمربع لأن المربع هو جغرافية المكان، يعني المربع هو تثبيت أين الشمال، أين الجنوب، أين الشرق، أين الغرب، 4 اتجاهات، 4 نقاط، لو وصلنا معها لدينا مربع. هذا مربع جغرافي. فأنا كإنسان ما أستطيع أمشي من الشرق إلى الغرب إلى الجنوب إلى الشمال، راح أعمل جغرافيا تشكيلية وهي النقطة، والنقطة هي مربعة. إذن الوحدة البنائية مع عملي دائما ولا زالت في كل الأعمال اللي أنا أعملها منذ 69 إلى اليوم هي مبنية على نقطة مربع وشكلها مربع وهي استمراريتها مربعة.
فهالنقطة هي اللي دا تربطني بالخط، وهي اللي دا تربطني بالزخرفة، لأن الزخرفة هي مبنية على هذا الأساس أيضا. أعتقد هذا المعرض هو لأول مرة معرض لي في متحف، يعني لفترة طويلة في هذه المنطقة، وأنا جدا سعيد لأن التجربة تحدث هون في قطر. هاي أولا. الشيء الثاني يعني إعادة ارتباطي بأصلي، مثل ما نقول، بثقافتي. الشيء الوحيد اللي أمله هو أنه من الناس يزورون المعرض أن لا يحاولون أن يفهموا المعرض، وإنما يزوروه وبعدين يحاولون يسترجعون ما رأوه، وربما يكون له صدى في أذهانهم في المستقبل، يعني على الأقل يفتح نوافذ صغيرة في مخيلتهم حول ما ممكن عمله سواء اليوم وبكرة وبعد بكرة. فهذا يفرحني جدا ويعطيني فد أمل أنه أنا يعني سويت شيء صغير بهذه الحياة.